كان بيخلي مراته تجيب الرجالة البيت وتسهر معاهم ويشربوا سوا، ويدخل فجأة عليهم وياخد منهم فلوسهم. واللي كشفهم مخالفة عربية. شيماء 35 سنة من مدينة نصر، متجوزة من سيد 38 سنة وعندهم ولدين. الحياة بينهم كانت مستقرة لحد من سنة تقريبا. سيد ما بقاش يشتغل، وبسبب شربه للحشيش خلى مراته تنزل علشان تجيب له فلوس وتشتغل أي شغلانة. فشيماء بتشتغل في البيوت خدامة، لكن الفلوس اللي كانت بتجيلها ما كانتش بتكفي مصاريف البيت والحشيش لجوزها. علشان كده سيد بيفكر في فكرة شيطانية، وبيعرض الفكرة دي على شيماء ويقول لها بدل ما تشتغل خدامة تلبسه الشيك وتنزل الشارع تصطاد رجالة بتوع الليل وآخره. لكن شيماء زعقت له وقالت له ازاي يفكر يمشيها في الحرام. بس سيد قال لها تسمعه للآخر، هي هتنزل بالليل توقع راجل يكون شكله غني ومبسوط وتستدرجه للبيت، ولما يوصلوا ويقعدوا سوا تشربوا كاس، وفجأة هو هيدخل عليهم الشقة وهي هتتفاجئ وتقول للراجل اللي معاها إن ده جوزها ورجع من السفر. ووقتها يقلبوا الزبون في الفلوس اللي معاه بدل الفضايح، وطبعا الزبون مش هيتكلم وهيديهم كل الفلوس اللي معاه. وفضل يقنع شيماء ان الشغلانه دي ما فيهاش مجهود وفلوسها كتير وحلوه، ولان شيماء كانت تعبت من شغل الخدم بتقتنع وتوافق، وبتلبسه الشيك وتنزل الشارع الساعه 1 بالليل وتقف على الطريق وتشاور لاي عربيه يكون شكلها حلو وفيها زبون شكله غني وتوقفه. وبعدها بتقوله انها كانت محتاجه تاكسي يوصلها للبيت. فالزبون لما بيلاقيها حلوه وبتتكلم وتضحك معاه بطريقتها بيعرض عليها يوصلها، وشيماء بتوافق وتركب معاه ويتكلموا سوا، وهي تقوله انها كانت عند صاحبتها ومروحة على البيت. ووسط الكلام بتقوله ان جوزها مسافر في شغله في شرم الشيخ وبيقعد بالايام هناك. وطبعا الزبون بيقع ويطب، ومن غير ما هو ياخد باله شيماء بيكون معاها الموبايل وبتبعت رسالة لجوزها إنها في الطريق ومعاها زبون. وأول ما بتوصل عند البيت الزبون بيكون ويقول لها إنه عايز يوصلها لشقتها فوق علشان يطمن عليها. وشيماء بتضحك وبترفض بدلع علشان الزبون يتحايل عليها وما يشكش في حاجة. وقتها الزبون بيلح عليها وهي بتوافق، فبيركن عربيته تحت. وأول لما بيطلعوا فوق شيماء بتدخله الشقة وتقعد هي والزبون في الصالة، وهي بتعزم عليه بكاس ويضحكوا مع بعض ويشربوا. ووسط الهزار والضحك فجأة باب الشقة بيفتح عليهم، وجوزها سيد بيدخل وفي ايده شنطة السفر، وبيلاقي مراته جنب راجل غريب. فشيماء بتتخض وتقول جوزي، وجوزها بيرمي شنطة السفر ويدخل ويزعق ويسألها مين اللي معاها. الزبون بيخاف ويتوتر وما بيبقاش عارف يتصرف ازاي، ويطلب من الزوج انه ما يفهموش غلط ويحلف له ان مفيش حاجه حصلت بينه وبين مراته، مجرد كلام وهزار بس. والزوج وسط غضبه بيدي شيماء قلم على وشها وبيمسك الزبون من هدومه ويقول له انه هيفضحه، ويطلع طبنجة صوت ويقول له يقلع هدومه وتحديدا البنطلون. ولما الزبون بيرفض سيد بيهدده بالطبنجة. وقتها الزبون بيخلع البنطلون اللي فيه المحفظة والفلوس، فسيد بياخد البنطلون ويقول للزبون لو عايز يروح يمشي كده. ولما الزبون بيطلب بنطلونه سيد بيقوله لو ما طلعش كده هيقلعه هدومه كلها. وكمان سيد بيخليه يسيب موبايله وكل حاجة معاه، بيديله بس مفاتيح العربية. وقتها الزبون ما بيصدق انه يمشي وبياخد المفاتيح بتاعته ويجري على عربيته. وسيد وشيماء بياخدوا كل فلوسه، وطبعا الزبون ما بيقدرش انه يبلغ. وشيماء وسيد بيستمروا على كده لمدة 5 شهور بنفس الطريقة، والفلوس جريت في ايدهم لحد يوم الواقعة. شيماء بتنزل تصطاد زبون زي عادتها، وبتوقف عربية شكلها حلو جدا وكان جواها واحد اسمه وائل، وبتركب معاه وبيروح معاها بنفس الطريقة. وأول ما بيوصلوا بيركن عربيته تحت، ولما بيطلع الشقة معاها ويدخل ويقعد معاها الزوج بيدخل عليهم ويقول له يقلع البنطلون، بس وائل رفض. ولما سيد هدده بالطبنجة وائل برضه رفض وحس ان ده كمان معمول له، فسيد بيتعصب عليه ويضربه بمؤخرة الطبنجة على راسه. وائل بيحاول يدافع عن نفسه وبيمسك سيد من رقبته. ولما شيماء بتلاقي ان سيد مش قادر عليه بتجيب الفازة من على الترابيزة وتضربها على راس وائل، فبيختل توازنه، فسيد بيضربه جامد. بس وائل برضه بيدافع عن نفسه وبيزق سيد ويقعد عليه ويضرب فيه. فشيماء بسرعة بتدخل المطبخ وتجيب الآلة الحادة منها علشان تهدد وائل بيها، لكن وائل برضه كان بيضرب سيد. وقتها شيماء بتخاف وبتطعن وائل من ظهره. في اللحظة دي سيد بيبعد وائل عنه ويشيل الآلة الحادة من ظهره ويطعن فيه في ظهره وبطنه لحد لما بيقع على الأرض ويموت. وبعد ما بيتأكدوا من موته
بيقرروا إنهم يتخلصوا من الجثة. وقتها سيد بينزل ويشتري شكارة كبيرة وأكياس، وفي نفس الوقت شيماء كانت بتمسح آثار الدم اللي في الصالة وعلى الحيطة. والزوج لما بيرجع بيحط وائل في أكياس ويلفوه بالبلاستر، وبعدها يحطوه في الشكارة، وبعد ما بيخلصوا بيخرجوه بره الشقة ويحطوه في الأسانسير، ويحطوا الجثة في عربية وائل ويمشوا بيها لحد لما بيوصلوا لمنطقة نائية، ويسيبوا الجثة بالعربية، وقبل ما يمشوا بيولعوا في العربية ويمشوا بسرعة قبل ما الحريق يكبر والناس يلتموا. وبعد حوالي ربع ساعة عربية كانت معدية على الطريق بيشوفوا عربية بتولع، فبيقفوا ويحاولوا يطفوها بطفاية الحريق. ولما النار انطفت اتفاجئوا بجثة في الكنبة الخلفية، فبيتصلوا على رجال الأمن وبيوصلوا، وبيتم التحقيق مع صاحب العربية اللي وقف والتحفظ على العربية المحروقة ونقل الجثة للطب الشرعي. في الوقت ده رجال الأمن بياخدوا رقم العربية ويسألوا عليها في المرور، ويعرفوا بيانات صاحب العربية وهو وائل، وبيتم استدعاء أهله والتحقيق معاهم وأخد أي معلومة توصلهم للشخص اللي عمل كده في وائل. لكن لحد اللحظة دي التحقيقات والتحريات ما وصلتش لأي حاجة. في نفس الوقت ده مرات وائل بيجيلها رسالة على موبايل وائل الخاص بالشغل واللي كان سايبه في البيت، ولما بتفتح الرسالة دي بتلاقي صورة مخالفة الرادار صورها لعربية وائل، فيها راجل شكله غريب وراكب عربية وائل وجنبه واحدة ست، والمخالفة جاية بالدقيقة والساعة، وكان ده نفس توقيت الحادثة. فالزوجة بتدي الموبايل لرجال الأمن وتوريهم صورة المخالفة وصورة الأشخاص اللي في العربية، فبيتم نشر أوصاف الراجل والست. وبتكثيف التحريات رجال الأمن بيوصلوا للسيد ومراته شيماء، وبالتحقيق معاهم بيعترفوا على الواقع بالكامل. وبعد التحقيقات والمحاكمات وفي سنة 2020 بيتم الحكم عليهم بالإعدام. وفعلا اللي يمشي في السكة دي خسران في الدنيا قبل الآخرة.